أهلا وسهلا متابعي الكرام. في الفيديو السابق تحدثنا عن الطائرة المروحية أباتشي التي اشتراها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثنا عن ميزاتها وأهميتها العسكرية. فالمتغيرات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وكذلك أوروبا الشرقية ومنطقة الساحل الإفريقي، وكذلك لا ننسى المنظمة الانفصالية البوليساريو والتي تتحكم بها الجارة الجزائر، والتي تحاول أن تهدد أمن واستقرار التجارة المغربية الإفريقية، وكذلك أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. فيجب على المغرب أن يطور من ترسانته العسكرية الدفاعية والهجومية. وجوابا على أحد الإخوة المصريين الذي تحدث في أحد فيديوهاته عن ضعف القوات الجوية المغربية، ففي هذا الفيديو سأسرد لكم أهم المروحيات التي يمتلكها المغرب. مروحية بيل 205 طائرة أمريكية من صنع شركة بيل للمروحيات، أحادية المحرك ولديها عدة استعمالات. بيل 206 مروحية أمريكية ذات محرك أو محركين حسب الطلب من صنع شركة بيل للمروحيات، توجد لدى المغرب 5 وحدات. بيل 212 مروحية أمريكية أيضا من صنع بيل للمروحيات، وهي ثنائية المحرك، توجد لدى المغرب 6 مروحيات. CH-47 شينوك مروحية عسكرية من تصميم شركة بوينغ، استعملها الجيش الأمريكي سنة 1962، وهي طائرة لنقل الجنود وحمل المعدات. لدى المغرب 3 مروحيات في الخدمة. ايرو سبيسيال غازيل مروحية عسكرية خفيفة ذات 5 مقاعد من إنتاج ايرو سبيسيال الفرنسية، وتستعمل كطائرة هجومية. لدى المغرب 23 منها. أو SE 330 بوما طائرة مروحية للخدمات والنقل المتوسط ذات محركين و4 ريش، أنتجت سنة 1968، تستخدم بشكل أساسي من قبل القوات البرية الفرنسية. كان أول طيارة لها في 15 أبريل 1965، وما زالت في الخدمة حتى الآن. صنع منها 697 طائرة، يمتلك المغرب 26 وحدة منها. يورو كوبتر AC 135 من صنع ألمانيا، تمتلك المغرب منها 24 وحدة. وأخيرا طائرة أو مروحية أباتشي 64 الأمريكية، والتي استخدم المغرب الدفعة الأولى من 6 مروحيات، تبقى له 30 مروحية في دفعات أخرى. وكما قلت فإن هذه فقط المروحيات التي يمتلكها المغرب وليس الأسطول الجوي المغربي. لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الإعجاب، وشكرا لكم على تتبعكم، وإلى اللقاء.